من انجح الماركات اللي قدرت انها تثبت نفسها في السوق المصري في الفتره الاخيره، من اكتر العربيات اللي انتشرت انتشار كبير جدا لكتير من الناس. العربيه اللي اول مره انا شفتها فيها حسيتها للوهله الاولى كده عربيه كهرباء، العربيه اللي بتديك ضمان حوالي 6 سنين او 150 الف كيلو ايهما اقل، ومن كتر ما هي واثقه في نفسها واثقه في موتورها بتدي لك ضمان حوالي مليون كيلو متر على الموتور بتاعها. يبقى بكل تاكيد احنا بنتكلم عن الجيتور وعربيتهم الجديده الداشنج، العربيه اللي اي حد اتكلم عنها قال لك دي فيها اوبشن وفيها امكانيات وفيها حركات. خلينا نشوف هل فعلا العربيه دي تستاهل الضجه اللي معموله لها ولا اي كلام. لكن قبل ما نبدا طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وتعمل سبسكرايب للقناه علشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. وخلينا اول حاجه نبدا بيها وهي الاسعار الرسميه للعربيه دي. انت بتتكلم في مليون 660 الف، الاسعار دي وقت تصوير الفيديو ده. جيتور دي عربيه مملوكه لشيري، وكلمه داشنج معناها المغامر الوسيم في نفس الوقت. حاجه من الحاجات اللي انا ما شفتش زيها قبل كده وهي شكل المفتاح بتاع العربيه، يعني شكله كده غريب حبتين، بينزل بلونين، في منه اللون ده وفي منه لون تاني ابيض، وفي خاصيه انك تقدر تدور العربيه من هنا، يعني اوبشن ممكن يكون مفيد لمعظم الناس. يعني بص معايا كده هوريك، احنا كده هنفتح العربيه فتحها عادي جدا كده، قفلت تاني. جميل. طيب لو انا عايز ادور لازم العربيه تبقى مقفوله، لازم تضغط ضغطه وتضغط ضغطه مطوله. انت بتشيل ايه؟ ايه الكثفه دي؟ يعني تاني. طيب تاني، احنا العربيه تكون مقفوله وهنضغط ضغطه مطوله. العربيه المفروض ان هي تدور دلوقتي. ايه؟ بصوا على العموم انا اللي مش عارف اعملها، فده زرار بتدور منه العربيه، هنشوف القصه دي دلوقتي يعني. وطبعا العربيه دي بتنزل بمحرك 1600 تربو، بيطلع 156 حصان و230 نيوتن، والكلام ده كله طبعا على فتيس 6 سرعات دول كلاتش. خلينا اكلمك شويه عن ابعاد العربيه. انت بتتكلم في طول حوالي 4 متر ونص وعرض متر 900 ووزنها حوالي طن ونص. ونيجي دلوقتي لشكل العربيه من قدام، واللي بيوحي بنسبه كبيره جدا انها عربيه كهرباء، وده اللي انا كنت بالفعل فاكره اول ما شفت العربيه دي على الحقيقه. شكلها بقى من قدام يحسسك انها جاهزه في المستقبل انها تكون عربيه كهرباء، وبرضه تحسهم سارقين من اكتر من عربيه في الشكل من قدام. يعني عندك مثلا شكل الشبكه من قدام بالخطوط البيضاء والسوداء وفتحات التهويه الحقيقيه اللي شكلها مميز جدا، وبرده موجود هنا كاميرا 360 وكلمه جيتور بشكل كبير. وبرده لو بصيت قدام كمان فانت هتلاقي خط كده على الكبوت وخط تاني موازي رايح على المرايه، فدي يعني لفته كويسه من جيتور متعوب عليها. من قدام برده هتشوف شكل الاضاءات المميز جدا ال دي بالكامل، والاضاءات اللي موجوده تحت وعلى الجنب الثاني نفس الكلام، هم شكلهم حلو جدا. يعني بص هوريك حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي انا نسيت اقول لكم عليها، وهي شكل الاضاءه من هنا مكتوب عليه درايف يور فيوتشر، ودي ان دلت على شيء فتدل على ان العربيه حصريه او جايه من المستقبل زي ما بيقولوا فعلا، وده اللي باين قوي وهتشوفه سواء كان من الشكل الخارجي او لما اوريها لك من جوه. ونيجي لشكل العربيه من الجنب واللي ما فيهوش كلام كتير. هتلاقي اول حاجه الخطوط الحاده، طبعا هي فتحت علشان المفتاح قرب منها. اول حاجه الخطوط الحاده اللي اخده لحد ورا، وثاني حاجه كسره الخط اللي موجوده هنا. وعندنا برده من الجنب المرايات الضم وشكل الاشارات اللي موجوده هنا، وفي هنا كاميرات 360 عشان تجيب لك ابعاد العربيه كلها. وطبعا في حاجه كمان وهي اكره الباب اللي بتفتح بالشكل ده، يعني تسلا مفيش كلام، الحركه دي متاخده من التسلا بالكامل. طبعا في حاجه كمان، الازاز اللي قدام عندك عادي جدا، الازاز اللي ورا صميم متفايم. واخيرا العربيه دي بتيجي بجنط 19 على عكس الجنط اللي موجود ورا الاستبن اللي هو 17. واخر حاجه نظام التعليق اللي موجود في العربيه دي من قدام هو ماكفيرسون. ونيجي بقى لشكل العربيه من ورا، واول حاجه مميزه هتلاحظها وهي شكل الاضاءات الخلفيه. شكل الاضاءات المميز جدا من ورا بالاشكال 3 دي البارزه لقدام، واللي برده مش هكذب عليكم اخد من لكزس. مش قادر ابعد تفكيري ابدا على ان شكل الاضاءه ده كله متاخد من عربيات لكزس. حتى بص يعني الحته دي بدي بالخط اللي نازل لحد تحت، لكزس يا جماعه، لكزس. العربيه دي هتلاقيها سارقه من كذا عربيه ثانيه، لكن الميكس او الخليط النهائي يعني جامد جدا عجبني. ثاني حاجه هتلاحظها مميزه هنا وهي شكل السبويلر الضخم جدا اللي ورا بفتحاته اللي هنا، دي فتحات حقيقيه على فكره. وشكل هنا اللمبات بتاعه الستوب. وطبعا شكل السبويلر الضخم ده احنا شفناه في عربيات كتيره جدا بتبقى في نفس الفئه، مش نفس الفئه، في عربيات اس يو في، بس عربيات بقى سوبر كار. يعني اقرب حاجه شفتها للشكل ده مؤخرا هي اللوتس اليترا، بتعمل برده نفس السبويلر ده، بيكون كبير، بس طبعا في الاليترا هو بيتحرك وليه علاقه بالايرودايناميك والكلام ده كله، انما ده ما بيتحركش ثابت، بس ليه هنا فتحات، يعني الفتحات دي حقيقيه. وطبعا بالنسبه للشنطه من ورا فهي كهرباء بالكامل. يعني خلينا نفتح. جميل. بصوا انا عايزكم تعذروني، هو للاسف انا مفيش حد موجود معايا النهارده علشان يصورني، فهتلاقوا التصوير يعني فيه شويه مشاكل كده، فحاولوا تتقبلوا الموضوع ويعني تزقوا معايا الدنيا. طبعا عندك هنا موجود هنا اضاءات دي، في واحده ثانيه هنا في نفس الشكل نفس المكان. وزي ما قلت لك الشنطه مفيش فيها معلومات كتير، ما اعرفش مساحتها قد ايه، لو تعرف يا ريت تقول لنا في الكومنتات. عندك هنا اول حاجه خالص الستاره اللي انت بتشدها علشان خاطر تداري على الحاجه بتاعتك. جميل. وفي تحت هنا المكان اللي انت بتفتحه، دي 3 اوضاع على حسب وزن الحاجه اللي موجوده معاك. جميل. وفي تحت هنا استبن مقاس 17، يعني اصغر من العجل اللي موجود في العربيه اصلا. نقفل بعد كده الشنطه.
اخر حاجه انا ممكن اوريها لك من ورا وهي فتحات الجاكمان. طبعا الكلام ده كله بلاستيك مش مفتوح، مفيش غير فتحه جاكمان واحده هنا بس، مش عارف انت باينه لك ولا لا، هوريها لك بزاويه ثانيه، وفي واحده ثانيه في الجنب الثاني بس. الخلاصه في الشكل الخارجي، العربيه شكلها من بره جامد جدا، مميز نوعا ما. الميكس اللي هم عاملينه والخليط اللي هم عاملينه من اكتر من عربيه اداها تميز واداها تفرد، بان شكلها اول ما تشوفها ملفت للانتباه، وبرضه في نفس الوقت تحس ان العربيه جايه من المستقبل، تحسها عربيه كهرباء او جاهزه انها تكون فيما بعد في المستقبل عربيه كهرباء. وده هيبان معاك اكتر لما ندخل جوه واوريك الحاجات اللي موجوده جوه. فلو هنختصر الشكل الخارجي في كلمتين، الشكل الخارجي من بره جميل جدا وملفت للانتباه لو انت بتدور على حاجه مميزه، شكلها شيك وراقي. ويلا بينا سريعا اوريك شكل العربيه من جوه، اللي زي ما عجبتك من بره فهي هتعجبك من جوه برضه. ومن هنا بقى فاحنا هنشوف حاجه مختلفه شويه، هتشوف كده ميكس ما بين عربيه رينج روفر على تسلا. يعني عندك مثلا شكل الستيرنج بالشاشه الصغيره جدا اللي موجوده قدام، اللي بتبين لك يا دوب تفاصيل الطريق ولو خدت اشارات او حاجه زي كده، دي حاجه هم اخدينها من عربيه رينج روفر. رينج روفر دايما بتشوف فيها الشكل ده. وتاني حاجه هتلاحظها جوه ان مفيش عندك ولا زرار موجود جوه، ودي حته هم اخدينها من تسلا. تحكماتك كلها هتكون من خلال الشاشه الكبيره اللي موجوده جوه، اللي مقاسها حوالي 12.8 انش، وفيها هارد ديسك 2 جيجا اللي تقدر تخزن عليه اي حاجه مساحه تخزين انت عايز تخزنها، سواء كانت صور، يعني تقدر تاخد سكرين شوت للابعاد بتاعه العربيه من الشاشه بتاعه التحكم، وبرضه تقدر تخزن عليها مجموعه الاغاني اللي انت محتاجها. فهتلاقي كل التحكمات بتاعتك من الشاشه من جوه، تقدر تتحكم في اي حاجه في العربيه، سواء كان التكييف او ساوند سيستم او اي حاجه، وحتى انظمه العربيه. وفي طريقه ثانيه ممكن تستعملها برضه، وهي الزرارين اللي موجودين على الطاره. الحته دي نظام متقدم جدا موجود في العربيات الكهرباء بس، فدي لفته ثانيه على جيتور تقول لك ان احنا فعلا جايين من المستقبل. موجود عندك هنا مساحات تخزين ومش صغيره على فكره، يعني مساحه كويسه، وفيها هنا امكانيه تبريد، وفي هنا 2 كاب هولدرز وايرلس تشارج. طبعا هنا موجود زرار الاشارات، في كمان مساحه تخزين موجوده هنا، وفي عندك كمان هنا 2 وصله يو اس بي سي. كده اعتقد انا فرجتك على اغلب الحاجات اللي موجوده قدام. تعال بينا بقى نشوف 4 متر ونص دول من ورا شكلهم عامل ازاي، مساحاتهم عامله ازاي. اول حاجه مساحات التخزين مريحه، يعني في فرق كبير هنا. الكرسي شكله رياضي جدا من وراك، يعني انت شكله ممكن تقعد تتفرج عليه بس، سواء كان من هنا او من الكرسي بتاع السواق. حاجه من ضمن الحاجات الثانيه برضو مساحه السقف برضو مش مزعجه خالص، لا مريحه بالنسبه لي، وفي مساحه كبيره يعني مش صغيره. العربيه من ورا تقدر انها تاخد 3 اشخاص مرتاحه لو المسند ده مرفوع. المسند ده فيه كاب هولدرز، هوريهم لك دلوقتي، مساحات تخزين والكلام كده هوريهم لك من الجنب الثاني. هو موجود عندك هنا برضو هنا كاب هولدرز للتخزين، في هنا مساحه تخزين. طبعا ترفع الشكل ده، هي اصبحت في هنا شخص يقدر ان هو يقعد ومرتاح جدا على فكره، يعني مش هيكون مقرف بالنسبه له. والميزه كمان ان مفيش هنا مكان زي الحاجه اللي بتبقى موجوده هنا يعني بتاعت الفتيس، فالمساحه دي حر تقدر تتغير تتحرك فيها زي ما انت عايز. والكرسي اللي بتاع الشخص الثاني برضه موجود عندك هنا، فتحات التكييف اللي موجوده ورا، وفي وصله يو اس بي سي، وفي هنا مساحه تخزين وهنا برضه. لكن المميز بقى ورا واللي عجب ناس كتيره جدا هو الزرار اللي موجود هنا ده، اللي مجرد ما بتضغط عليه العربيه بتقول لك ليسننج، هي سامعاك، شوف انت عايز تعمل ايه وهي هتنفذه لك. وفي كمان موجود عندك مايك هنا، هو هيسمعك انت عايز تقول ايه، عايز تتكلم مع العربيه تقول لها ايه وهي تنفذه لك. يعني الموضوع مش مقتصر على فكره الاشخاص اللي راكبين قدام بس، لا، الاشخاص اللي راكبين ورا كمان يقدروا يتحكموا في الحاجه اللي تخصهم في العربيه دي. ودي برضو حاجه انت ما بتشوفهاش غير في العربيات الحديثه قوي، فدي حته برضو تحسب للجيتور. انا كنت هنسى حاجه مهمه جدا اكلمك عنها، وهي الايرباجات اللي موجوده في العربيه، وسائل الامان اللي موجوده في العربيه. في عندك 2 ايرباجات موجودين في التابلو، و2 موجودين في القوايم بتاعه العربيه، و2 موجودين ورا، ودي حاجه يعني العربيه فيها 6 ايرباجات، فكوسائل امان وايرباجات لا الموضوع ممتاز جدا. وفي النهايه احنا حابين نشكر شركه الرزق على توفيرهم لينا للعربيه دي النهارده علشان نصورها لكم. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه.